السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكل سنة وانتم طيبين وبصحة وسلامة. النهاردة هنعمل مع بعض الكرشة اللي الناس يعني تقريبا بتعملها من السنة للسنة عشان بتاخد وش كده وغلبة في تنظيفها وعمايلها وسواها. جبت حلة حطيتها على النار وغالت الحلة معايا. بس انا كنت وطيت عليها فتحسوا انها ما بتغليش، بس هي كانت غلت يعني. ونزلت عليها بحبة توم كده، حوالي حبة على طرف المعلقة. ونزلت بالكرشة طبعا بعد ما غسلتها ونضفتها كويس قوي قوي قوي. طبعا هي كان شكلها غير كده خالص، ماشي. وقطعتها قطع صغيرة علشان اللي يحطها مع الرز يا دوبك تتاكل في المعلقة كده مع ايه، مع الرز يعني ايه، تتاكل كده مرة واحدة. ما يقعدش بقى اللي بياكل يقعد يقطع ويعمل فيها. طبعا وغير ان انا كمان بسويها جامد علشان طبعا تبقى سهلة معاه في الاكل وكده. زي ما انتوا فاهمين يعني. خلاص. وطبعا سبتها وغطيت عليها وسبتها بقى تغلي مع نفسها وتستوي لحد ما استوت جدا جدا. وبعدين جبت بصلة اديتها كده تشويحة بسيطة في حبة سمنة وزيت. وجبت قوطة طماطم زي ما انتوا شايفين كده، كانت خارجة من الفريزر يعني. وكمان سبتها لما تفك على النار طبعا وتتسبك. انا كنت في الوقت ده كمان بعمل اكلة تانية عشان اللي ما بيحبش الكرشة. كنت بعمل فاصوليا بلحمة، للي عايز ياكل فاصوليا بلحمة. خلاص. طبعا القطة اتسبكت. نزلت بقى ايه بالقطع، شايفين الكرشة تقطيعها صغير ازاي، انا اللي مقطعها صغيرة كده زي ما قلتلكوا عشان اللي بياكل يا دوبك يحط قطعة في المعلقة وتبقى ايه، مرة واحدة بدل ما يقعد يقطع ويتعب نفسه. خلاص. طبعا حطيتها، حطيت الكمية كلها دي كرشة خروف يا جماعة. خلاص. وخدت لها بتاع ساعتين على النار او تقريبا 3، مش فاكرة والله. ماشي. فانا حطيت الكمية كلها زي ما انتوا شايفين وقلبتها في الصلصة. وطبعا هزودها مية طبعا سخنة مغلية. انا بصراحة رميت المية اللي هي كانت بتتسلق فيها، هي كانت نضيفة وكل حاجة، بس انا رميتها وحطيت لها مية من السخان زي ما انتوا شايفين كده. وكنت كمان حاطة معاها اللسان بتاع الايه الخروف. خلاص. وايه وبقلبها كده زي ما انتوا شايفين. وطبعا هحط لها توابلها فلفل اسمر وشطة وملح طبعا. والتوابل دي بقى ايه براحتكم يعني، انا حطيت اللي احنا بنحبه في الحاجة ام صلصة يعني. وادي شكلها النهائي بعد ما استوت. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة